الا كنتي معروضه اولا جايين كضياف، هذا هو الكيك اللي غيحمر لك وجهك، كيجي لذيذ بزاف. كيك الكنافه. اجيو معايا تعرفوا على التفاصيل. غادي نحتاجوا كنافه اللي كنوضعها في واحد البول، كنضيف لها 50 غرام من الزبده، 2 ملاعق من السكر ثقيل، وكنفتتها مزيان بهذه الطريقه حتى تلبس ليا بداك الكميه من الزبده اللي ضفنا. من بعد ناخذ قالب كنوزع فيه الكنافه بالتساوي، وما نساوش الجوانب. كناخذ الكاس وكنضغط مزيان حتى تاخذ ليا شكل القالب، وندوزو نحضروا الكيك. في بول كنوضعوا رشه من الملح، كيس من سكر الفاني، 2 بيضات، كوب من السكر نخلط مزيان، نضيفوا كوب من الزيت، كوب من الحليب، ونضيفوا كوب من اللوز اللي مسحته وطحنته مزيان، كوب من الطحين، وكيس ونصف من خميره الحلوى ما يعادل 80 غرامات. ونستمر باضافه الطحين حتى نحصل على خليط كيجينا بهذا القوام، قوام الكيك العادي. كنفرغوا من فوق الكنافه، كنوزعوا بالتساوي، كنضيفوا رقائق اللوز وكندخلوا الفران. نوضعوا في الرف الوسط على 180 درجه من الفوق ومن التحت، حسيبه لي انه تحمر من الجهتين. كتخرجوه كتخليوه يبرد وضعوه في طبق تقديم. هنا غادي نزينوه بالعسل اولا كتزينوه بالناباج. ممكن كذلك انكم تسقيو الكيك ديالكم، لكن غير بهذه الطريقه راه كيجي زوين بزاف. وكان هذا اقتراح اليوم، غنقطع لكم باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي خفيف هشيش كيذوب في الفم. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وبالصحه والراحه.